تصدق بالله يا برنس صبحي اول لما نزل كده عرفت ان الكره دي هتخش جون. عارف ليه؟ اني اساسا صبحي من بدايه الموسم دوت اللي احنا لسه بنبدا فيه اساسا وصبحي مهزوز كده بيخش فيه جوان غريبه ما تفهمش هو بقى ماله صبحي حرفيا. يعني انا مستغربها دي الكره دخلت ما بين رجليه ما بين رجليه. ايه يا صبحي فوق شويه، دي انت لسه هتلعب الماتشات اللي جايه، خايف تلبس نادي الزمالك اكتر من كده. في ايه يا عواد؟ يعني انت عامل يا عواد ماتش جامد وعامل وقربت تنهي الشوط الاول وانت متالق وشلت كام كره ما يتشالوش، فجاه عواد تغلط الغلطه ديت تطلع وتندفع الدفاع دوت على المهاجم بتاع البنك الاهلي وفجاه تلبس نفسك طرد وتلبس فرقتك في جون اساسا. ولكن يا برنس زيزو كان ليه كلام تاني، يسجل هدف عالمي يا برنس. الكوره جات له كده وهوبا مره واحده جون جامد جدا. فابو جبل يا برنس اللي كان عامل ماتش النهارده كبير جدا ابو جبل الصراحه، لغايه اما يجي لك يا برنس شيكابالا وينقذ نادي الزمالك ويكسبوا البنك الاهلي 2-1 يا برنس. وشيكابالا حرفيا نقذ نادي الزمالك النهارده برومونتادا جامده جدا. نادي الزمالك كان بيلعب وهو ناقص لاعب والبنك الاهلي برده كان بيلعب هو كمان وهو ناقص لاعب، ولكن الماتش كان جامد حرفيا. حسيت النهارده يعني في الماتش بتاع الزمالك ان اسوريو يعني ما الفش قوي في الماتش، يعني تحس ان نادي الزمالك نزل النهارده لعب مباراه كبيره جدا. مبروك لاخواتي الزملكاويه على المكسب دوت يا برنس.